السلام عليكم، نتمنى تكونوا كامل بخير وتكونوا كامل لاباس. اليوم ان شاء الله حبيت نبارطاجي معكم وصفه بزاف سهله بسيطه كما طلبتوا مني، والاهم انه تكون غير مكلفه واقتصاديه. شكون فينا ما يحبش صابلي المعجون؟ على بالي بلي كامل في العيد ديروه. اليوم درته لكم بطريقه بسيطه بزاف، في نفس الوقت تخرج لكم كميه ما شاء الله. الوصفه هذه ب 125 غرام تاع الزبده، راهي تخرج لكم 50 حبه، يعني كاطو لي توجدوه وديروه في وقفه. الوصفه اليوم حبيت نعطيها لكم بالتفصيل للاخوات ولا البنات الصغار اللي هذا وين رايحين يتعلموا يديروا صابلي. هذه الوصفه راهي ليكم. عندي 125 غرام تاع زبده، خلطتها بالباتور حتى نطريها شويه. من بعد رايحه نزيد لها نص كيس تاع السكر الناعم. كميه السكر الناعم راهي كميه متوسطه، الصابلي تاعكم ما يجيكمش بزاف حلو، يجيكم مليح في الحلاوه تاعو. وزدت خلطت مليح. الوصفه من المستحسن نديروها بالباتور، نخلطو مليح. من بعد هنا رايحه نزيد بيضه وصفار بيضه. بالنسبه اللي ضاعفوا المقادير، لانه على بالي كاملاكم راح نديروا 250 غرام ولا اكثر. طبعا البيض هنا في 250 غرام ديروا زوج بيضات، وفي 500 غرام طول ديروا 4 بيضات، باش هكذا ما تقولوش فيه بزاف البيض. من بعد وليت نحط في الزيت غير بشويه، تقريبا على دفعتين ولا ثلاثه، وفي كل مرحله راني نخلط مليح. هذا الصابلي راح يكون مخلط بين الزيت والزبده، بصح تشوفوا الله يبارك واش يجي يذوب في الفم بزاف هايل. من بعد زدت هنا لافاني، واحد المغرفه صغيره بالنسبه برك للاخوات اللي يحبوا الصابلي تاعهم يقرمش، خاصه هكذا صابلي تاع المعجون. ولا تقدروا في هذه المرحله بالذات واش تزيدوا كيس تاع فلون بطعم الفاني تاع 50 غرام، يمثل لكم واحد القرمشه بزاف هايله. كنت زدت ثاني نص كيس تاع نشا وزدت خلطت، ذي المرحله كامل دات لي واحد 10 دقائق وانا نخلط حتى تحصلت على هذه الكريمه. هذا هو السر، قلت لكم تقريبا واحد 10 دقائق. ومن بعد رايحه نزيد كميه الفرينه غير بشوي. والكاطو تاعي هذا كنت حطيت له نصف كيس خميره كيميائيه، ونبدا ندخل في الفرينه غير بشويه. شوفوا لي صابلي دائما نقول لكم بلي السر تاعهم باش يجوكم خفاف وبنان ولا يذوبوا في الفم هي كميه الفرينه. من الاخر مهما ديروا وصفات، بصح اذا نشفتوهم بالفرينه كثرتوا شويه بزياده ونشف صابلي معاكم، اعرفوا بلي صابلي تاعكم راح يجيكم يابس. اللي تحب صابلي تاعها يكون خفيف ويذوب في الفم لازم تعسي روحك وانت تحطي في الفرينه غير بشويه. الفرينه هي الصح في الصابلي، وللاسف ما نقدوش نعطيوها لكم بالمقادير المضبوطه. من بعد وليت جبت العجينه تاعي قسمتها على زوج، بديت نحل فيها. انا كنت حليت على بابي كويسون، ما تقدروا تحلوها في كيس بلاستيكي، ثاني تجيكم سهله في الخدمه. بالنسبه للسمك يكون متوسط، ما يكونش بزاف رقيق وما يكونش بزاف عالي، راهو فيه الخميره راهو من بعد راح يطلع معكم. هنا رايحين نجيبوا الطابع اللي خيرت طابع دائري كما قلت لكم. خيرت هذا الطابع تاع النجمه، هذا الطابع ثاني بزاف هايل في الشكل. دوك تشوفوا الفكره كامل راهي بعدا في هذه المرحله باش نديروا هذاك الشكل اللي شفتوه في اول فيديو. اطبعوا بهذه الطريقه. انا هنا باش نسهل على روحي شوفوا كيفاش ندير، ندير يدي اسفل بابي كويسون ويد واحده اخرى راهي تنحي في الحبه باش الحبه تاعي ما تزيدش في الحجم تاعها، ولا وحبات صابلي يجيو الكل قد قد. شوفوا الطريقه ونعت لكم السمك بلي ما هو خشين ما هو رقيق. شوفوا اهم حاجه السمك. ونكمل حتى نطبع كامل الكميه اللي كانت عندي. الله يبارك جابت لي 50 حبه. انا حبيت ننوع بين دائري وبين تاع النجمه. انا برك حبيت نطيبو بابي كويسون. عاده انا كي نطيب صابلي ما ندير له لا فرينه لا والو، مباشره نحطو لانه فيه كميه مليحه تاع زبده ماهوش راح يلصق معاكم. شوفوا هذا الشكل كيفاش يكون اللي راح نحشيو داخلو الكونفيتور. دوك تشوفوا الطريقه كيفاش. السر كامل هو في هذه المرحله اللي تجيبوا فيها الطابع اللي طبعتو به، كما انا راح ندير لكم في الاول بالورده، نعاود نحطو على الحبه، هذا هو السر. ومن بعد دوك تشوفوا كيفاش ندير باصابع اليد. شوفوا كيفاش نولي ندير شكل الورده، نتبع نفس المول تاعي، نحاول نضغط مليح. دوك تشوفوا بلي الحواف يزيدوا يطلعوا. على بها قلت لكم السمك ما لازمش يكون بزاف خشين، والوسط يكون شويه رقيق. شوفوا كيفاش راني ندير في الحبه، نحي لها في داك الزائد شويه اللي خرج لي على الاطراف، والحبه تبان مخدومه بمول سبيسيال. راكم شفتوا الطريقه بزاف بسيطه. شوفوا عاودت حطيت المول على الحبه، لازم لا نحط المول على الحبه، لانه في هذه المرحله بالذات كل ما تحطوش المول على الحبه تاعكم تقعد غير هكذا تعراض معكم، وكل وحده الشكل كيفاش راح يجي، وما تجيش الحبه طالعه على الحواف كما جاتني. هذا هو السر. شوفوا بالنسبه للدائري نفس الشيء، رايحه ندير تقريبا كما الورده، نحدد وحدي
هاكم تشوفوا كي تضغطوا قلت لكم هذاك الصابلي حيطلع لكم على الحواف في شكل سعود يجي بزاف هايل. كملوا كامل يعني الحبات تاعكم بنفس الطريقه. شوفوا والصابلي هذا الفرق انه المعجون راح يطيب الداخل، يعني مش حنطيبوا الصابلي تاعنا هكذاك سيك. فهنا كنت جبت انا عده اذواق وانتم ديروا واش يساعدكم. انا كنت خدمت بهذا في دوغ، هو فوغاج ولا يعني ناباج بزاف هايلين، ننصحكم بهم يعني ماهمش اشهار ولكن الطعم تاعهم بزاف هايل، دائما نستعملهم في وصفاتي. ثم تقدروا تستعملوا علبه واحده اي ذوق حبيتوه راح يكفيكم يدير لكم كميه كبيره. ودائما يعني مربى تاع المشماش يكون حاضر. هاني بديت به هو الاول باش نسهل المهمه، حطيته في اون بوش ومن بعد درت الاذواق المختلفه، درت اناناس، درت توت ودرت فريز. ولا تقدروا نتوما يعني كما بكرين لونوا المعجون تاعنا وهذا مكان، لانه الالوان يزهيوا بزاف هذا الصابلي. ديروا عده الوان يشهيكم اكثر واكثر. كما هذا تاع التوت بزاف هايل، تعرفوا تلقاو فيه حبات تاع التوت، يعني اذا توفر عندكم ديروا به. ثاني بعدها في الطياب هو احسن من الكونفيتور. ما ينشفش بزاف. الكونفيتور تحسوا بهذيك الطبقه شويه برك نشفت معاكم. وتكملوا بهذه الطريقه. شوفوا تحطوا يعني كميه مليحه ما تخافوش. قلت لكم كنت طيبوا صابلي بلا يعني المعجون، من بعد الحبه رايحه تتفسح شويه معاكم، ومن بعد الشكل يعني ما الشكل من بعد يروح يعني يفسد. خليت قطعه صغيره، كون درت 50 حبه بقات لي هذاك الطرف تاع العجينه. شوفوا باش راني ندير كريات صغيره وندير هذا التزيين تاع الورده في الوسط وندخلهم يطيبوا على درجه حراره متوسطه تقريبا مده 15 دقيقه حتى يدي لي لون ذهبي. وشوفوا بعد ما يطيب يزيد في الحجم لانه فيه الخميره. شوفوا لي اللون الذهبي اللي داه، يعني ما حبيتش نطيبه بزاف. بالنسبه يعني هذاك المعجون ولا تحسوهم بلي نشفوا يعني دخلوا في الحبه طراوها يجيو كما هذوك تاع برا اللي يتباعوا بزاف هايلين. دوكا حنحط لهم سكر غلاس كاخر مرحله، وشني برك حطوا سكر غلاس حتى يبردوا معكم الحبات، ولا ليه الحبه رايحه تشرب هذاك سكر غلاس. راكم تشوفوا فيها غطي تقريبا يعني في الجوانب بصح متقاس يعني في الوسط، ما تخافوش. بعد هذاك المعجون ولا الناباج راح يشرب السكر غلاس. وصفه بزاف سهله، نتوما اللي طلبتوا الوصفات الاقتصاديه فماذا بيا تجربوها. ماذا بيا تجربوا هذه الوصفه، ماذا بيا تتفاعلوا معها، عطيو لي رايكم في التعليقات. هكذا نكمل معكم في الوصفات البسيطه. شوفوا الشكل تاعها كتحط كامل هكذا في صينيه كيفاش تجي تشهي، الحبه تجي تذوب في الفم. جربوا هذه الوصفه واعطيو لي رايكم فيها، وان شاء الله مازالوا كاينين بزاف حلويات لهذا العيد. صحه فطوركم وصحه سحوركم.